استاذ تفضل. مساء النور. الأخت زبيدة أشوخي غنية عن التعريف، فهي مواطنة عرائشية قبل كل شيء، وغادي نتحدث عليها في الجانب الإنساني. زبيدة أشوخي كإنسان مد يديها للكل قبل أن تكون فاعلة جمعوية، وقبل أن تكون إطار في المجال الصحي. اللي كيميز زبيدة أشوخي هي الطاقة الإيجابية اللي كتمتع بها دائما، وهي من الناس اللي تيقولوا سير على الله قبل من الركراكي. أستحضر أنني كل ما بغيت نتشاور معها في شي ولو غير نشاط مثلا دائما ميسرة، ودائما كتسهل الأمور ومتسامحة وصبورة من حيث الجانب الإنساني. أما من حيث العمل ديالها فهي عندها نكران الذات، وأنا شاهدة على مجموعة ديال المواقف اللي وقفتهم سورتو مع الفئات الهشة، والعمل الجمعوي كذلك تعطي بدون مقابل وعطاء متميز. شكرا. الأستاذة جميلة جلال عرفاشي اللي تحقت مدينة العرائش مع الزوج ديالها اللي كان هنا مدير إقليمي ديال الشباب والرياضة، تبارك الله عليها حتى هي فاعلة جمعية بحكم الاحتكاك ديالها مع زبيدة وكذا أبت زبيدة إلا تجيب الحمية ديالها. ياك رشيد؟ تبارك الله عليكم. شكرا ناجية، شكرا أستاذ جلال، تبارك الله عليكم. إذا سالينا من العيالات دابا ندخلوا الرجال، دابا ندخلوا الرجال. إذا غادي نناديو على السيد إبراهيم بونو، رئيس إبراهيم بونو طبعا رئيس الجمعيات. أمشوا هذا فيما كيمشي بوليداتهم. رشيد بونو رئيس جمعية النهضة. حامل مشعل زين الصحراء. تفضل. حامل مشعل برياضة الأحياء الهامشية بمدينة العرائش. عراب حتى هو كيقوم بجهد كبير بشكل يومي تقريبا الانتكاك سيبونا. إذا غادي ناديو على السي محمد سوادقة. السي محمد سوادقة عضو المكتب يتفضل باش يقدم ليه. السي محمد سوادقة تفضل. الشهادة التقديرية سيبونا. اجي وليداتي زيدوا اجوا عندي زيدوا موراه، وقفوا موراه، زيدوا هادو الخلف صدقوا له موراه زيدوا نتوما قدام شويه موراه هادو الخلف كما قلت هما مساكن جابوا الشرطات ديالهم الخمسة ديالهم. اذا اجواء الرياضه اجواء عائليه حميميه كنعيشوها مع بعضياتنا هنا في القاعه. طبعا كما قلت ان الحضور اللي كاين هو حضور نوعي، يمثلون اطياف متنوعه في المجال الثقافي، المجال الرياضي، المجال الفني، مجال الشعر، مجال كل المجالات الحمد لله متواجده معنا هنا، ولا ننسى الدور الكبير اللي كتقوم به المراه في هذا المجال. كذلك تحيه كبيره كنوجهوها للفرقه ديال مجموعه فن القلاوه الدقه المراكشيه محافظه التراث مدينه العرائش بقياده عراب هاد الدقه المراكشيه السي حسن دويش. اذا شكرا للوليدات، تصفيقات على هاد الوليدات. تفضلوا وليدات. شكرا. اذا نزلت امسيتنا المتواصله في المجموعه الاولى من التكريمات ووصلنا لواحد الاسم طبعا خلى البصمات ديالو مدينه العرائش يشهد له بالعطاء الكبير على مستوى تنشيط الرياضه في مدينه العرائش وسورتو احياء مدينه العرائش في سنوات يعني اللي كان المغرب امس بحاجه للبنيات التحتيه في المجال الرياضي كالملاعب، وقدم الشيء الكثير لفائده الفئات الصغرى مدينه العرائش. يتعلق الامر بالسيد محمد البخاري، واللي ما كيعرفش محمد البخاري الملقب بقني. تفضل السي محمد البخاري مريض الله يشافيه، ابى الا ان يحضر معنا. صفقوا هذا الرجل لان في واحد الاوقات اللي كان المغرب كيمر بواحد الظروف صعيبه كان كيكرس وقته الفئات بحال هاد الوليدات اللي كتشوف ايام السبعينات والثمانينات. السي محمد قني يعني فاعل ومرشد جمعوي
يعني اهتم بالفئات الصغرى من مدينة العرائش في واحد الأوقات أبى فضاء فيدرالي مغربي للتنمية والرياضة إلا أن يكرم هذه الشخصية بمدينة العرائش. تصفيقات على السي محمد كلي، تصفيقات وكناديو على إذا كناديو على السيد أو اللي عاش معاه في الحي، اللي عاش معاه في الدرب، اللي عاش معاه المراحل ديال هاد النشأة. كناديو على السي أحمد رحال والحومه ديالو كذلك اللي غادي يسلم ليه هاد التذكار في هذا اليوم الجميل. وكناديو كذلك على السي احمد الميموني رئيس الجمعيه. دخلوا شوفوا الناس، دخلوا زيد. هنا قلنا هاد اللحظات ديال التوثيق خصنا نجلسوا نصوروه مزيان. يمكن لما لا نسمعوا شي شويه. تفضل السي بوخالو والسي ميموني دوالو، هادو الناس اللي عاشوا معاه في الحي. تفضل جلس سي بوخاري، جلس راه غنستضيفوك اليوم وغادي بالشفاء العاجل ان شاء الله. تصفيقات حاره على هذا الرجل ابى هذا الفضاء الا ان يسترجع ليه الذاكره. شكرا، قلت به المفيد. اذا تسليم تذكار كلمه السي ميموني في حقه. جزاك الله خير، كنتم الاولين منكم تعلمنا. الله عليك. سي محمد البخاري اللي كنعرفو كاملين حنايا، كنتمنى يكون باقي على الروح الله يطول في عمره. وبعد جاء سي محمد البخاري لتنحيوا هذه الليله هذه، وهذه مناسبه عزيزه علينا كاملين. إذا كان كذلك، إذا لازلنا في حفل تكريم بعض الفعاليات. فريق نهضة العرائش، فريق لاعب لفريق نهضة العرائش، ثم فريق الحي الجديد التحق بشباب العرائش، والآن مقيم في ديار إسبانيا، ويحل معنا اليوم ضيف ينادي على إدريس القرشي. لندن إدريس القرشي ولد الحي الجديد، لعب كما قلت مع فريق النهضة، مع فريق الحي الجديد وفريق شباب العرائش. إدريس القرشي، تفضل سي إدريس عفوا. إذا توقيع ديال الرئيس تهضر ضروري خا إدريس. أنت شحال ما هضرتي شحال أنت بعدا في لندن؟ قول لنا خا إدريس شحال أنت في لندن؟ لا خصك تهضر، حنا ما سمعناكش تهضر الناس. وسي احمد الميموني جمعنا في هذه الوساده، وبزاف من الوجوه ما شفناهمش واحد المده طويله. وفي الحقيقه حنا فرحانين بهذا العرس، ولاد العرائش شفناهم وعندك شويش على الملعب ديال مدينه العرائش. هذه واحد الاسبوع جينا نلعبوا مع الفتح الرباطي مدينه العرائش، صبحنا لعبنا في القصر الكبير. وهذه الرساله هذه كنصيفطها من المجلس البلدي ديال مدينه العرائش. عاد محشومه الحقيقه، عاد محشومه نمشيو مثلا نلعبوا مدينه القصر الكبير قريبا نكملوا الرساله. صافي سمعت انا بزوجها. يعني التذكير فقط. اختنا ناجيه كتهضر بالحماس لان هي عضو هذا المجلس وتبعات الملف. تبارك الله عليك، كنتمنى لكم التوفيق. تفضل. وفي الحقيقه ما خصناش ننساو الاخوان اللي دازوا في هذا الملعب هذا، منهم عمريه سي عبد الرحمن الرياحي، وهذا واحد الفضل كبير في هذه المدينه هذه. وما خصناش ننساو هاد النجوم اللي دازوا في هذه مدينه العرائش، وخصنا نذكر عليهم شويه
وفي الحقيقه نعملوا الملاعب هنا بمدينه العرايش. شكرا سي ادريس. وغادي يتقدم سي رضا العمراني. تفضل رضا. إذا الصورة اللي ذكرها صورة التاريخ دريس القرشي. طبعا دريس القرشي عنده خاه دريس مصطفى بايا حتى هو كانوا من اللاعبين المتميزين، وهذا الشيء راه كيعرفوا كذلك السي النجار حتى هو راه كان حاضر في هذا المبنى. إذا كان الوليد يحضر معنا واحد اللاعب آخر في شباب العرائش. يتعلق الأمر بعبد القادر السبيتيوي. عبد القادر السبيتيوي تعذر عليه الحضور لوحدة صحية وغادي نوب عليه السي ادريس. غتقول شي كلمة في حقه. تفضل. وفي الحقيقة اتصل بيا عبد القادر السبيتيوي عيان شويش مسكين وعنده واحد العذر وعقدوا له العذر ديالو، وفي الحقيقة عطاه في الحقيقة لهذه المدينة هذه وتصفيقات حارة على عبد القادر السبيتيوي. شكرا. إذا صافي. إذا شكرا. ما فيها بس في انتظار ناخذ الصورة وكذلك استعداد السي عادل. وتبارك الله عليكم زعما راكم محافظين حتى نتوما على التراث، شي كيحافظ على الرياضة وشي كيحافظ على الآلة. تبارك الله عليكم كما قلت هو جو عائلي كنعيشو. كذلك هشام البقالي اللي كان في الاستماع التحق بنا تنصلي الله يتقبل. إذا غادي نوقفوا الآن واحد الفاصل ثم نواصل المجموعة الثانية من التكريمات. شكرا. نرجعوا للآلة طبعا مع جوق هواة الآلة بمدينة طرب الآلة بمدينة العرائش بقيادة عراب الجوق عادل العتيقي. وتحية للحضور الكريم. Ha ha.